اهلا بيكم في فيلم وفشار، ورجعت لكم بفيديو جديد هتكلم فيه عن افضل 5 افلام عربي نزلوا لحد دلوقتي على المنصات واونلاين، ومنهم فيلم ما كنتش متوقع ابدا ان انا احطه في القائمة دي. ويلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا. وهبدأ معاكم بالمركز الخامس، وهو الفيلم الغير متوقع تاني. والفيلم ده من بطولة أحمد آدم وبيومي فؤاد وغادة عبد الرازق. وهو فيلم بسيط وبيحكي باختصار عن 2 أصحاب اتقابلوا وهم كبار، وبالصدفة بيقابلوا البنت اللي كانوا بيحبوها وهم أطفال، وكانوا دايما بيعملوا في بعض مقالب علشان كل واحد فيهم عايز هو اللي يفوز بحبها. وبيبتدي كل واحد فيهم يخطط ازاي يوصل لها مرة تانية بعد ما كبروا في العمر. والفيلم يا جماعة أنا كنت مش متوقع خالص إن أنا هحطه في القايمة دي، لأن كان عندي بقاله فترة كنت متخيل إنه هيطلع فيلم أسوأ من كده. لكن الحقيقة كان فيه مشاهد ضحكتني، وكان فيه حبكة بسيطة وخفيفة كده ممكن تتفرجوا عليه في سهرة. وفي النهاية تقييمي للفيلم ده هو 6 من 10. ويجي في المركز الرابع معانا في القايمة النهاردة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، وهو من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد. والفيلم هنا بيتكلم عن أسرة مكونة من زوج وزوجة وطفل عايشين تحت خط الفقر. ظروفهم الصعبة دي مخلياهم مش طايقين نفسهم طول الوقت، وعلى طول عمالين يشلفوا لبعض، لحد ما بيحصل مفارقة غريبة والزوج ده بيتنقل لعالم تاني، وبيشوف في عالم موازي شخصيته هو ومراته وابنه بس في مستوى تاني خالص، وقد ايه هما بيحبوا بعض وايه اللي بيحصل في العالم الموازي ده. الفيلم الكوميديا فيه فعالة جدا، القصة خيالية بس جميلة وممتعة. في النهاية تقييمي للفيلم ده هو 7 من 10. ويجي هنا في المركز الثالث فيلم شقه، وهو من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح ويسرى ودينا الشربيني وأمينة خليل. والقصة هنا بتحكي عن 2 أصحاب أنتيم حياتهم غرقانة في الغلط، لحد ما بيقع عمرو يوسف في دينا الشربيني اللي بتشقلب له حياته كلها وبتخليه يغير تفكيره، ويبقى حابب ان هو يتوب ويعيش عيشة نظيفة. فيلم قصته بسيطة، فيها تكرار لكن في إبداع في طرق الأكشن والمشاهد الكوميدية اللي قدموها جوه الفيلم، مع مخاطرات عالية ما كنتش متوقعها من عمرو يوسف. لازم كمان اتكلم على دور أمينة خليل اللي كان أكتر من رائع وغير متوقع. تقييمي للفيلم ده 7.5 من 10. وندخل على المركز التاني، وهيكون من نصيب فيلم الحريفة. وبتحكي الحدوتة هنا عن شاب ابن ناس جدا وبيدرس في مدرسة انترناشونال، وبسبب الظروف بيتنقل من مكان لمكان وبيعيش في حتة يعني مستواها يعتبر أقل من اللي هو كان فيه بكتير. وبتحصل صدمة حضارية كده بين المستوى اللي كان فيه وبين الناس والعالم اللي هو عايش وسطيهم دلوقتي. وبسبب مهارته في كرة القدم قدر ان هو يتقرب من الشباب دي، وهيكون في لعبة هتبقى لغة حوار بينه وبين الشباب اللي موجودين حواليه. يبتدي هنا احداث الفيلم في مغامرة جميلة وكوميدية وممتعة جدا، وفيها كمان قدر كبير من الدراما. نضيف على ده كمان عدد من المشاهد الساخرة وضيوف الشرف اللي كانوا غير متوقعين. تقييمي للفيلم ده 8.5 من 10. واخيرا وصلنا للمركز الاول، واللي هيكون من نصيب فيلم رحلة 404 لمنى زكي. والفيلم هنا باختصار ومن غير حرق، بطلتنا فيه بتتكلم عن الرحلة 404 اللي هي لسه ما راحتهاش، وهي رحلة التوبة، رحلة الحج اللي هتخليها تكفر عن سيئاتها والذنوب اللي كانت غرقانة فيها طول حياتها. ولكن بتحصل مفارقة هنا بتخليها تقع في ورطة وتضطر تلجأ لناس هي كانت عايزة تنساهم وتشيلهم من حياتها أصلا، وبنبتدي في صراع مع الشيطان والخير والشر. وبنشوف أحداث أكتر من رائعة، وتمثيل منى زكي هنا أسطوري. تقييمي للفيلم ده هو 9 من 10. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة. ياريت تقولولي ترشيحاتكم انتوا كمان للأفلام اللي اتفرجتوا عليها في 2024، وما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. استنوني في فيديوهاتي اللي جاية. سلام.